بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل القرص المبسوسة باللبن الرايب. هنسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا، ويا ريت اللي لسه مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويعلق معانا ويعمل لايك للفيديو. اول حاجة ده كيلو دقيق، حطينا عليه 3 معالق سكر وكبار ونص معلقة ملح صغيرة، وحطينا معلقة خميرة كبيرة اللي هي الخميرة الفورية كبيرة، وحطينا نص كيس بيكنج باودر، وحطيت معلقتين سمسم وقلبناهم كده مع بعض. دي المقادير الجافة. نيجي بقى للمقادير اللي هي السائلة. دول كوبايتين سمنة او كوباية ونص، ممكن كوباية من كوباية ونص الكوبايتين، علشان القرص دي بتبقى طرية شوية عن القرص التانية اللي بنضيف لها كوباية واحدة بس. هي كده دي طريقتها. وممكن نحط نشيل نص كمية السمنة ونحط لها زيت، مفيش مشاكل. وبعد كده عندنا كوبايتين لبن رايب، وبعد كده عندنا معلقتين قشطة. ودي العجوة اللي ان شاء الله هنبقى نشكلها فيها ونحطها فيها. نسمي الله ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنضيف الاول السمنة. اهم حاجة يا جماعة في القرص دي ان احنا نبس السمنة كويس جدا مع الدقيق. نشرب الاول الدقيق في السمنة، ده اهم خطوة في القرص دي، عشان كده هي اتسمت بالاسم بتاعها ده. هنبسها شوية وهوريها لحضراتكم. هي دي احنا كده بسينا السمنة مع الدقيق، وهي دي المرحلة اللي احنا عايزين نوصل ليها، ميبقاش باين ان في دقيق خالص. هي دي المرحلة. بعد كده هنضيف اللبن الرايب اللي هنعجن بيه. لو مش موجود لبن رايب في البيت، ممكن نجيب لبن ونحط عليه معلقتين خل، كوبايتين لبن ونحط عليهم معلقتين خل، اللبن يكون دافي، ونسيبه لمدة 10 دقايق عبال ما يروب. انا اللبن بتاعي ده عامله كده، مكانش عندي لبن رايب فروبت اللبن بالخل. نضيف الكوبايه التانية. نلم العجينه. على فكره بقى يا جماعه، العجينه دي لازم تتعجن كويس جدا جدا، يعني بعد ما نلمها بنفضل نعجن فيها حوالي 10 دقايق عشان تطلع كويسه. هكمل عجن ووريها لحضراتكم، بس الاول عايزين نضيف المعلقتين قشطه. في المرحله دي نضيف معلقتين قشطه مع اللبن الرايب. كمل عجن ووريها لكم. شايفين العجينه عامله ازاي؟ شايفين بقى طريه ازاي؟ هو ده يا جماعه المرحله اللي احنا عايزين نوصل لها. شايفين طريه ازاي؟ بعد كده هنسيبها تخمر حوالي ساعة. لو في الصيف نص ساعة تخمر بسرعة، لكن في الشتاء بتخمر حوالي ساعة.
وبعد كده بنشكلها بقى، اما ان احنا نحشيها عجوة ممكن، او نحشيها جبنة، او نسيبها سادة. أذواق بقى، كل واحد يحشي الحاجة اللي هو عايزها. احنا محضرين العجوة بتاعتنا اهي، بس هنسيب العجينة ترتاح وتخمر، وبعد كده هنرجع نشكلها. نحط العجينة في كيس ونسيبها تخمر، وبعد كده هنشكلها. بصوا يا جماعة، العجينة خمرت وتضاعفت ازاي، بسم الله ما شاء الله. هنبدأ نقطعها وهنبدأ نحشيها، واللي عايز يسيبها من غير حشو كل واحد على حسب رغبته. نقطعها ونحشيها. قطعناها وحطينا العجوة وهنقفل عليها بالشكل ده. العجوة بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده، كل واحدة هنقفل عليها بالشكل ده، ونحضر الصينية علشان نفردها بقى ايه تاني في الصينية اهو. نخلي الناحية كده دي هتبقى لتحت كلها، هنقفل عليها العجوة، نقفلها كده زي ما انتم شايفين اهي، وهنقلبها علشان هنحطها بقى في الصينية بتاعتنا. خليكم معايا هوريها لكم بعد ما تتحط في الصينية وتستوي كمان ان شاء الله. احنا كده شكلناها اهي وحشيناها بالعجوة. هنسيبها بس تريح كده 10 دقايق او ربع ساعة، بعد كده ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، يكون سخن جدا، علشان هي ما بتقعدش في الفرن كتير، علشان ما بتقعد كتير بتنشف، فلازم نبقى واقفين جنبها وما تحمر من تحت. نشغل عليها الشواية من فوق ونطلعها، وما نطلعها نغطيها لمدة دقيقتين بفوطة نضيفة، وبعد كده بنشيل الفوطة. حطينا القرص بتاعتنا في الفرن اهي، درجة حرارة مرتفعة، وهنسيبها بقى ما تحمرش. الفطاير بتاعتنا اهي، القرص بتاعتنا المبسوسة اهي اللبن الرايب استوت، شايفين لونها جميل ازاي. يا ريت نصلي على الرسول ونشترك في القناة ونفعل الجرس. وعملنا جزء تاني سادة برضه هنحطه في الفرن. يا ريت الفيديو بتاعنا يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. احلى متابعين، شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.